بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، حياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يسدد على الحق خطاكم وخطايا. ومرحبا بكم في لقاء جديد في البيت السعيد، ونستكمل الحديث فيه عن معوقات الزواج. ومن هذه المعوقات دعوني أسميه معوق نفسي أو عقلي، ولربما أصحاب الاختصاص علم النفس هم الأجدر بوضع تعريف له، وهو أن كثيرا من الشباب يرفض الزواج على الطريقة التقليدية كما يزعم، تلك الطريقة التي تزوج بها أبوه وأمه وجده وجدته، بل هو يبحث عن الحب قبل الزواج والارتباط. كثير من الشباب يفكر في الحب ويحلم بالحب، يرسم قلبا كبيرا أحمر اللون مغروزا فيه سهم يخرج من طرفه الآخر، تسيل منه بعض النقاط من الدم كما يتخيلها أو كما يتصورها. الحب والعشق أكثر كلمة ربما تتردد على ألسنة الشباب والفتيات، ولربما لن تجد شابا أو فتاة إلا وهي مشغولة بالحب، وتحمل في قلبها مشاعرا تخفيه عن محيطها. كثير من الشباب مشغولون بمشاعر الحب، بمشاعر تجاه الآخر، إن من فتاة تجاه شاب أو من شاب تجاه فتاة. فكثير من الشباب والبنات تنجذب قلوبهم لبعض ويصير يحب بعضهم بعضا، بمصطلحنا نسميهم حبيبة. هم حبيبة من أيام المدرسة، وهم حبيبة من أيام الجامعة، وهم حبيبة من بعد الجامعة، وتتغير أحوالهم وطباعهم. وإذا حدثته ما بك، ما الذي يجري لك، ما الذي تفعله، يقول لك أنا لا أملك من الأمر شيئا، الأمر ليس بيدي. يقول لك قلبي حبها، وهي تقول قلبي يحبه، بمعنى تعبيرا عن أن الأمر خارج عن إرادته، وأنه شعور لا يمكن مقاومته. ونحن عندما نستضيء بنور القرآن والسنة النبوية المطهرة سيكون سؤالنا المهم: هل هو هذا الشعور الذي يختلج قلب الفتاة والفتى حلال أم حرام؟ الحقيقة إنه لأمر محير، والتحيير فيه لأن مفهوم الحب غير واضح، وحتى الحبيبة منهم ليسوا متفقين على معناه. والقاعدة الفقهية التي من خلالها يحكم على الأمور بحلة أو حرمة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فبداية، ما المقصود بالحب؟ كنت أتصور أن حالة الحب التي يعيشها المحبون من الفتيان والفتيات إنما تنشأ عن قضية غريزية ينتج عنها حالة من الصفاء والسلام النفسي والاستمتاع بنظرة متفائلة للحياة وللمستقبل، ويتولد من هذا التفاعل قوة دافعة من النشاط المستمر والعمل الدؤوب والسعي في الأرض وعمارة الدنيا للوصول إلى إتمام حالة الحب وتتويجها بالارتقاء إلى قمة الحب، ألا وهو تحقيق الزواج. هذا على الأقل ما كنت أتصوره أو ما عشته أنا شخصيا. ولكن العجيب أن غالب الفتيان
ما يرون الحب إلا حالة من اللعب والهزل، وفرصة لتضييع الوقت والتفاخر بعلامات الرجولة، بأن تلك الفتاة التي استعصت على جميع الشباب صارت فتاته وقد أوقعها في حباله، بينما هو للقليل من الشباب وهم قلة نادرة حالة جادة من مقدمات اختيار الزوج زوجته المستقبلية. لكن الغالب الأعم والغالب المشاهد والملاحظ على أرض الواقع، فإحنا في زماننا الحالي تعريف الشباب للحب هو عبارة عن قضية العلاقة ما بين الشباب وفتاة، وهي على الأغلب يكون هدفها غير مقبول شرعا. نعم، الحب أمر فطري في الأصل بكل تأكيد، لا يتعارض مع طهارة النفس وعفتها، لكن الواقع المعاش يقول بأن الذين يمارسون اليوم تحت اسم الحب لا علاقة له بالحب. ولذلك العلماء يقسمون الحب من أجل الحكم عليه إلى قسمين: إحساس وسلوك، لأن المفاهيم شوهت والمصطلحات بدلت وزيفت. الحب هو إحساس قلبي ووجداني لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونه، ولكن ليس هذا ما يقصده الحبيبة من الحب، إنما يقصدون به تلك السلوكيات الغرامية التي تعرف عليها في الأفلام: مشاوير، وانفراد تحت ظل شجرة، غزل، قبلة، همسة، حرام في حرام. وهذا هو الواقع. دعونا لا نهرب من واقعنا ولا نتحدث خارج الواقع، هذا الذي يقوله الكثيرون من الناس. لدرجة وأنا أتناقش مع بعض الشباب من أجل تجهيز هذه الحلقة على الفيسبوك، وجدت أن موضوع الحب في الوقت الحالي يستغل بطريقة فظيعة. يعني ممكن أن تجد شابا يقول لك: أنا أحب البنت الفلانية، ويستعطفها لدرجة أن تسلم الفتاة نفسها وشرفها له تحت اسم الحب، وفي ظلال وعود عسلية بالزواج والمستقبل الزاهر. وهذه أمور غير شرعية بكل تأكيد. بمعنى آخر، الحب الذي يقصد به اليوم والذي يروج له اليوم استغلال للعواطف. وهنا أقول: نعم، العفة تتعارض مع هذا النوع من المشاعر، بل لا أسمي هكذا مشاعر وتصرفات أصلا حبا. وأنا أسمعها من كثير من الشباب بالمئات يقول لك: نحن نتسلى، ويريد أن يرى الفتاة وأن يتعرف عليها، وبعد أن يمل منها يتركها ويذهب إلى أخرى ليجرب الحب في حضن فتاة أخرى. وهذا دليل على ما نسميه الحب السلوكي الذي يتعارض مع شرع الله عز وجل. وهنا آتي إلى الحكم الشرعي فأقول: القاعدة أن الإسلام يحدد مراحل للحب حتى يكون حلالا مباحا، تبدأ بالتعارف والميل القلبي، ثم يتوج بالخطبة الذي يتوج بعقد القران والزواج. لذلك أقول: الإسلام لا يتهم ولا يدين كل أصناف الحب، إنما يتهم ويدين فقط ذلك النوع الذي ينشأ ويستمر في الظلام، وكل ما ينشأ في الظلام يختنق ولا ينتهي إلا في ظلام أشد منه. الإسلام لا يمانع الحب، لأننا كما اتفقنا الحب شعور انفعالي تجاه الآخر بالارتياح، وليس شعورا اختياريا. بمعنى الحب
لا يمكن الإنسان أن يسعى إليه فيقول أنا قررت أن أحب، يعني لازم أشوف اللي شي بنت وأحبها ويجلس يعاكسها على التليفونات أو على مواقع التواصل الاجتماعي. الحب لا يأتي إليك ولن تستطيع أن تذهب إليه. الحب أمر فطري يختلج في القلب، تشعر بانفعالات بالارتياح تجاه الآخر، وليس شعورا اختياريا بقرارك أنت تقرر الآن أحب. لذلك الإسلام كما هو معلوم يربط الأوامر والنواهي بما في وسع الإنسان، فبالتالي الحب الانفعالي الذي يختلج القلب والذي هو ميل قلب الإنسان إلى آخر حب الحلال، وهي نعمة جميلة يضعها الله في قلب العبد. إلا أن الإسلام يضع لهذا الحب الجميل ضوابط وقيود حتى يبقى مباحا ومفيدا ومثمرا ولا ينقلب على صاحبه فيؤدي به إلى المزالق. وهذا القيد وهذا الضابط هو أن يبقى الحب كمشاعر تحاول أن تدفع بك إلى التعارف والخطبة والزواج. أما إذا تحول الحب إلى ممارسة وسلوك كلمسة وقبلة واستغلال عواطف ومشاعر، ففي هذه الحالة يكون هذا ما تسميه حب حرام وينتج عنه سلبيات كثيرة. إذن الشرع لا يقول لك لا تحب، ولكن إذا أحببت لا تنحرف إلى الحرام. الشرع لا يقول لك لا تكره، ولكن إذا كرهت فلا تظلم. الشرع لا يقول لك لا تجوع، ولكن إذا جعت فلا تسرق. أحد أساتذتنا الذين علمونا جزاهم الله عنا كل خير أعطى تعريفا للحب، تعريف غريب. كان يقول: الحب هو عبارة عن شجرة صغيرة تبدأ بالزواج. أنا عندما سمعت هذا التعريف كأن أحدهم صفعني على وجهي. حب يبدأ بالزواج؟ نحن كنا نفهم كما ثقافتنا في الأفلام وفي كل الأدبيات وكل المواد الإعلامية أن الزواج هو قفص ذهبي، يعني سجن، فمتع نفسك قبل أن تدخل إلى هذا السجن. قبل الزواج يؤدي بك الحب إلى ممارسات أو إلى شعور، لكن الآن يقول لك الحب الحقيقي هو شجرة تبدأ بالزواج. لما؟ لأنك وضعت الحب في إطاره الحلال، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا أرى للمتحابين إلا النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد طريقا للحب بين فتاة وفتاة إلا أن يتوج هذا الحب بالعقد والنكاح الشرعي، وإلا فلا. وقد كانت سير الأنبياء كلها تشع بالحب الذي يبدأ بالزواج. انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، كان يحب زوجته سارة حبا شديدا لمدة 80 عاما. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن كان يحب زوجته سارة أم الأنبياء حبا شديدا عظيما لمدة 80 عاما، مع أنها لم تلد له الأولاد في وقتها، ومع حاجة سيدنا إبراهيم مع حاجته الشديدة إلى الإنجاب تقديرا لحبه لسارة لم يتزوج عليها إلا بعد 80 عاما، بعد أن طلبت منه السيدة سارة أن تتزوج من السيدة هاجر أم نبي الله إسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام كان يحب، وكان يعبر كثيرا وكثيرا عن حبه لزوجته خديجة.
إلى درجة أن أم المؤمنين عائشة كان يغار من حب النبي صلى الله عليه وسلم، من تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لخديجة مع أنها ميتة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على عائشة كما في صحيح الإمام البخاري: إني رزقت حبها. الإمام البخاري ومسلم في حديث يرويه عن عمرو بن العاص عند عودته من أحد الغزوات وهو منتصر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زهوة الانتصار يريد أن يعرف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان حبيبا، كان يحب زوجته الشرعية حبا جما، لم يخجل بل صرح تصريحا وقال: عائشة. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال: عائشة. تدارك عمرو بن العاص فقال: يا رسول الله، أسألك عن الرجال، فمن من الرجال أحب إليك؟ قال: أبوها. انظر إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البحث، نحن نستضيء بنور القرآن الكريم، وعند البحث عن الحب في القرآن الكريم نجد أن هناك آيات كثيرة تناولت الحب بشكل عام، ولعلي أذكر مثالين للحب وردت في القرآن الكريم. أحد هذين المثالين حب سلوكي محرم، والثاني حب مشاعر وأحاسيس مطهر. مثال الأول عن حب السلوك كان لامرأة العزيز حين شغفها الحب وأرادت أن تطور هذا الحب إلى سلوك وعلاقة محرمة، وقالت لنبي الله يوسف: هيت لك. وهدفها يوسف حيث نجاه الله منها وتجاوز الحبائل والفخاخ التي نصبت للإيقاع به، فكان مثالا رائعا وقدوة حسنة للشاب العفيف المؤمن التقي. كدراسات، لأننا نحرم هذا النوع من الحب، كدراسات عالمية أيضا هناك العديد من الدراسات العربية والأجنبية أوضحت وأجابت على تساؤل: هل حب السلوك هذا حب معتبر؟ أول دراسة لعالم الاجتماع الفرنسي الدكتور سول جوردون يقول في دراسته أن الزواج الذي يقوم على الحب فقط، هذه دراسة، أن الزواج الذي يقوم على الحب فقط يفشل بنسبة 85%. وقال جوردون بأن الزواجات التي تقوم على العقل والاختيار التقليدي هي التي تنجح وتستمر. هذا في فرنسا، بلد الحب، بلد الشعر، بلد الموضة. الحب عندهم من أساسيات الزواج، ونتيجة هذا الحب فشل كبير. ماذا سيقول من يعتبر أن الحب قبل الخطبة من الأولويات؟ الدراسة الثانية هي دراسة أمريكية، الدراسة الأولى فرنسية أوروبية، الدراسة الثانية هي دراسة أمريكية للبروفيسور أبشتاين الباحث في سيكولوجيا الحب من جامعة كاليفورنيا. يقول توصل في إحدى الدراسات إلى أن الزوجين اللذين تزوجا عن حب يبدأ الحب بينهما بمعدلات مرتفعة ثم يضمحل وينحصر ويقل بمرور الوقت. أما في الزواج التقليدي فيبدأ الحب بمعدلات منخفضة جدا إن لم يكن معدوما أساسا، ثم يبدأ بالازدياد مع الوقت. توصل أبشتاين إلى أن المفهوم الهوليودي للحب ليس سوى خزعبلات، ويرى أن أخذ الغربيين لهذا الحب على أنه حقيقة كلفهم ثمنا باهظا.
أدى بهم إلى تخبطهم عقودا في علاقاتهم الزوجية. الدراسة الثالثة هي دراسة عربية، تستغربون. الدراسة الثالثة دراسة عربية من الخليج، من الكويت، للدكتورة نورية الخرافي. وضعت دراسة على عينة مكونة من 900 حالة طلاق سابقة. أثبتت الدراسة أن 50% من هذه الحالات التي كان سبب الطلاق فيها هو الشك، وسبب الشك هو العلاقات العاطفية والحب الذي كان بينهم قبل الزواج، مما أدى إلى شعور بين الطرفين بأن هذه العلاقة قد تتكرر مع أي شخص آخر بسبب وجود خبرة سابقة لديهم. المثال الثاني في القرآن الكريم هو عن حب المشاعر، وهو لسيدنا موسى عليه السلام حين وجد امرأتين في ضعف تذودان غنمهما حتى يفرغ الناس من سقي مواشيهم حياء وحشمة، وجئنا للراعي لأن أباهن شيخ كبير، فرق لهن قلب سيدنا موسى وسقى لهن. ومن الصفات الجميلة أن جاءت إحداهن تمشي على استحياء تخبره أن أباها شعيب عليه السلام يدعوه ليجزيه على مساعدته لهن. وطلبت إحداهن بعد ذلك من أبيها شعيب عليه السلام استئجار سيدنا موسى: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، ليبتعد عن هذا العمل الغير مناسب لهن. كلام قصير، عبارات مهذبة، فيه أدب جم. فموسى عليه السلام أعجب بهذه الصفات الجميلة وأحبها، وتوج هذا الحب بالزواج. أختم لكم أيها السادة لأقول: إياكم والحب في الظلام، لأن الظلام لا يؤدي إلا إلى ظلام أشد. وأنتم أيها الآباء وأنتن أيها الأمهات صححوا علاقاتكم الدكتاتورية مع بناتكم وأبنائكم، كونوا أصدقاء حقيقيين لهم، لا تضعوا الحواجز بينكم فيهربوا منكم ويضطروا إلى أخذ المعلومات من جاهل آخر، فيضطروا إلى أن يفضفضوا لغيركم. وانظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه ابن عباس، عبد الله ابن عباس، يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عندي يتيمة وقد خطبها رجل معدوم ورجل موسور، رجل فقير ورجل غني، وهي تهوى المعدوم، هي فقرية وبتحب الرجل الفقير، ونحن نهوى الموسور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين إلا النكاح. إلى غد نلقاكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.